سلام الله عليكم، مرحبا بكم في وصفتنا لنهار اليوم. وصفتنا تاع اليوم هي موسكوتشو ولا كيكة بالتمر. هنا راح نعوضوا في هذه الكيكة السكر بحبات التمر. بما انه التمر راهو متوفر اسعار معقولة نوعا ما، راح نديروا به وصفات جاية باذن الله. نشوفوا مع بعض وصفة لنهار اليوم وطريقة التحضير. واش نحتاجو 200 غرام تمر منزوع دوات، حفنة كاوكاو محمص، كيسوا نصف حليب دافي. راح نرحوهم مع بعض حتى نتحصلوا على خليط متجانس يكون ترحى كلش. بعدها راح نضيفوا هاوليك الخليط تاعنا بعد ما رحيناه، نحطوه في ريسيبيون واحد اخر باش نكملوا باقي المكونات. وش راح نحتاجو من بعد؟ راح نحتاجو نصف كاس زيت، 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، ما يكونش بارد، خرجوه من قبل وخلوه يدفى. ونخلطوا غير بالفوي هاد المكونات حتى يتخلطوا لي كاملين. بعدها راح نضيفوا 2 ملاعق كاكاو، نخيروا نوعية مليحة، نديروا رشة فانيلا ولا اللي عنده عطر الفانيلا. بعدها نضيفوا الكاكاو تاعنا حوالي ملعقتين. هنا نديروا 2 كيسان فرينه، نبداو نديروا كاس ونص ومن بعد نشوفوا الا نكملوا الفرينه ديالنا. هنا نديروا 2 كيس زوج ساشيات خميره الحلويات، 2 اكياس. نخلطوا الخليط تاعنا. هنا نشوفوا بلي مازال يسحق شويه فرينه، راح نضيف له هذيك اللي خليناها من قبل اللي كانت في الكاس الثاني، ونكملوا الخليط تاعنا نخلطوه مليح. وهنا المول كل واحد واش يحب يدير في هذوك لي مول انديفيديوال، يحب يدير المول كبير. انا هنا استعملت هذوما الصغار باش تديهم بنتي لمده، راح يجوا هايلين. هنا تقدروا تزيدوا له حبيبات تمر مقطعين كحشو. نعمروا لي مول تاعنا الصغار هذوما. شوفوا هذاك المول الكبير انا كنت حنستعمل هذا، كنت شريته جديد غسلته، وكي رحت ندهنه بالزيت بدا يطلق لي الكحوليه، عاودت حطيته على جنب وجبت المول تاعي القديم ودرت فيه. ندهنه بالزيت ونفرغ الخليط تاعنا وندخلوه على فرن 180 درجه حتى نشوفوه تضاعف الحجم تاعو. وكي ندخلوه عود فيه يكون ما يلصقش، ما كانش عجينه لصقت في العود هذاك ولا في الموس، نخرجوا المسكوتشو تاعنا. اللي يحب يزيد له شوكولا من الفوق، شوكولا تارتيني، ولا يذوب شوكولا العاديه هذيك، ولا تزيدوا ديروا له دبس التمر من الفوق هكايا رشات خفيفه، ولا السكر بودره، كل واحد واش يحب التزيين تاعو يكون. هنا راح ندخلو على الفرن يطيب ونشوفوه بعد ما يطيب لنا. شوفوا هنا تنفخ ليه مليح، راه يبان لكم ماهوش احمر ولكن هو راهو احمر لانه برك الكاكاو واللون التمر غلب على اخر. هاولي كان استعملت دبس التمر كتزيين مع السكر غلاس. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم، تجربوها وتشاركوها معنا. الى وصفات اخرى، سلام.